السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضغط إعجاب واشترك ليصلك كل ما هو جديد. غجيم سجل وإيلان كبال هو الآخر سجل. نتكلم عن إيلان كبال. في الماضي كان من المواهب، ها هو يتألق مع باري اف سي وينثر سحره في الميادين من جديد. إعلان كيس كبال المنتخب الجزائري لم يستفد منه في الماضي، راح ضعية لاعبين كثر في مركزه، على رأسهم قائد المنتخب كبال. صال وجال في آخر مبارياته ضمن الدوري المهم، سجل هدف رائع يدخل في وسط الميدان، حرث الملعب بطريقته الخاصة، يلعب على الجهة اليمنى، يستقبل الكرة في وسط الميدان، يمد الهجوم، واللاعبين الذين يسجلون كثير من الأهداف ويسددون يمدهم بالكرات الخطيرة. يجيد اللاعب بالقدمين، يملك نظرة رائعة في الملعب عندما يدخل في وسط الميدان، يخرج لك كرة في وسط الضغط على طبق من ذهب. هو لاعب ممرر جيد وجناح جيد، نقول عنه لاعب متكامل. المهم، هو يملك تمريرة التي تعرف بالتمرير العمياء في وسط الضغط. كل التوفيق لهذا اللاعب المتألق والمظلوم، حقيقة أعيدها وأكررها. لم يستفد منهم المنتخب الجزائري كثيرا. المهم، هذا الموسم في أوج العطاء، وعندما يكون لاعب في أوج عطائه اعطه الفرصة وسيجعل لك الملعب كأنه لوحة رسم. سجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، توج رجل للمباراة نظير تألقه. وهو يملك ميزة ولم يمتلكها لاعبون المنتخب المستدعون في التربص الأخير. كل الشعب الجزائري يتمنى رؤيته في مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. كل أهدافه كأنها تقول للأخرى ابتعدي أنا أفضل منك، وكل هدف يقول لي للهدف الآخر ابتعد أنا أفضل منك. نذهب أيضا إلى غجيمس الذي هو الآخر، سجل هدفين وتألق وتعملق في آخر مباراة. غجيمس لاعب رائع، مهاري، سريع، يملك تسديدات رائعة ومقوسة داخل المرمى. كل هدف هو الآخر يقول ابتعد، لديه أهداف رائعة. سجل، تخيلوا معي، 14 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة. يلعب الآن ورقة الصعود بناديه فروزينوني. هذا أمر جيد وجيد جدا أن نرى لاعب جزائري آخر في الدوري الإيطالي يلعب في أكبر الدوريات الأوروبية. هذا يفيد المنتخب الجزائري جدا جدا لرفع مستواه ومستوى وقيمة اللاعبين المتواجدين في المنتخب الجزائري. آه، لما لا نملك لاعبين من صف الأول أو الثاني؟ دوري إيطالي دوري قوي. كل التوفيق لجيمس وفروزينوني، هم يلعبون ورقة الصعود. جيمس هو لاعب من القلائل ومن اللاعبين القلائل الذين يملكون ميزة السرعة في المنتخب الجزائري على الجهة اليمنى. المهم، هذا اللاعب يعطي له الفرصة، وهو الآخر سيجعل الملعب كأنه رقعة من الشطرنج، يذهب هنا ويذهب هناك بتمريراته وأهدافه. كل التوفيق لنجمينا إيلان كبال وغجيمس ليرفعوا المنتخب الجزائري نحو الأعلى، وغيرهم الكثير والكثير من المواهب اللي راح يدفعوا المنتخب الجزائري نحو القمة. لدينا جيل موهوب من المنتخب الجزائري، لازم نسيرهم بأفضل فرصة وأفضل الإمكانيات الموجودة عندنا والتصرف الجيد. لاعبين مواهب جيدين في منصب جيد يعطيو لك منتخب قوي ومتماسك. مدرب يحسن تسيير اللاعبين ويضعهم يضع كل واحد في مركزه، كل لاعب يتناسب مع لاعب، كل موهبة تكمل الأخرى.